هنرجع بالزمن كتير ونحكي عن الملك بخت نصر، وازاي الملك ده كان ظالم وكان جبار في الارض. وفي كتير من الملوك كانوا جبارين في الارض، زي مثلا الملك النمرود وغيرهم اللي تجبروا في الارض. وفي المقابل كان في ملوك سعوا في الارض بتعميرها واعلاء كلمة التوحيد والايمان بربنا سبحانه وتعالى، زي ذو القرنين والملك سليمان. اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اكيد كلنا عارفين ان في ملوك طغوا في الارض واكثروا فيها الفساد، زي النمرود وفرعون وبخت نصر. في ناس كتير مننا ما تعرفش مين هو بالظبط بخت نصر، عشان كده احنا قلنا نعمل الحلقه دي نشرح لكم فيها مين الملك الجبار والطاغيه بخت نصر. فيا ريت نظبط اتجاهنا مع بعض وتعالوا نشوف. اتولد بخت نصر في سنة 643 قبل الميلاد، وهو أحد الحكام اللي حكموا بابل في العراق من فترة طويلة من الزمن. اتسمى ببخت أو بخت يعني سعيد الحظ، وكان له اسم تاني نبوخذ نصر، وده معناه حامي الحدود. دخل في معركة كبيرة جدا مع المصريين والأشوريين. المعركة دي كان اسمها كاركميش، والكلام ده كان سنة 605 قبل الميلاد، وانتهت المعركة بانتصار بخت نصر وهزيمة جيش المصريين والأشوريين. الملك بخت نصر كان عنده جيوش كتير جدا وما كانوش يقدروا يعصوا وكانوا بيخافوا منه. دام حكمه حوالي 44 سنة، ويقال ان هو حكم الأرض كلها. دخل بجيوشه دمشق والشام، وخافوا منه من ظلمه وجبروته لدرجة ان هم ادوله كل ما عندهم لمجرد بس ان هو يسيبهم في حالهم. وراح لبيت المقدس وطلبوا منه الصلح كمان، وعرضوا عليه المال، ورجع لبلاده منتصر بالمال وغيرها من الكنوز. بعد ما مشي بخت نصر من بيت المقدس تقريبا كده الناس ما الخوف راح منهم، وبعد كده نقضوا العهد معاه وطلبوا من الملك بتاعهم ان هم يجهزوا الجيوش ويقابلوه ويحاربوه. وصل خبر لبخت نصر بالموضوع، رجع لهم تاني بالجيوش بتاعته القويه، لكن المره دي مفيش رحمه، نهب وسلب كل البلد وقتل كتير جدا من الناس. ده غير ان هو احرق التوراة ونهب ودمر المدينة كلها. بعد كده نهب القدس واستعمل النساء والاطفال كخدم، ووزع الاموال والكنوز على اهل بابل. وحكمة ربنا سبحانه وتعالى على بني اسرائيل ان هو بعت لهم بخت نصر. طب ازاي الكلام ده؟ طبعا احنا عارفين ان بني اسرائيل كان عندهم المحرمات كتير، ده غير ان هم كانوا بيكفروا بربنا وكمان كانوا بيقتلوا الانبياء. فربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم جبار من جبابرة الارض وهو بخت نصر، حصرهم لحد ما اهلكهم الجوع والعطش، وقتل منهم اعداد كبيرة جدا، وحتى النساء ما كانش بيرحمهم ولا حتى الاطفال، ودمر الابنية كلها. وبكده ربنا سبحانه وتعالى ارسل على بني اسرائيل اللي يعذبهم ويهنهم. وزي ما احنا قلنا ايه هي الاسباب. في يوم من الايام بخت نصر شاف رؤية، جمع المفسرين عشان يفسروا بالظبط ايه هي الرؤية دي، لكن بخت نصر قال لهم انا نسيت الرؤية دي، ومن جبروته اداهم مهلة 3 ايام عشان يفسروا الرؤية دي. طب ازاي وهو اصلا ما حكاش اي حاجة؟ نقدر نقول جبروته وظلم وافتراء، وان هم لو ما فسروش الرؤية دي هيقتلهم كلهم. كان في نبي على ايام الملك بخت نصر، لكن ما نعرفش اسمه ومش محدد اسمه بالظبط، لكن اللي نعرفه ان النبي ده كان مسجون وسمع بالرؤية وقال انا هفسر الرؤية. راح النبي الكريم لبخت نصر وقال له الرؤية بتاعته ان هو شاف صنم كبير، رجله في الارض وراسه في السماء، اعلى الصنم من ذهب ووسطه من فضة، واسفله من نحاس، وساقيه من حديد، والرجلين بتوعه من فخار. قال له النبي ان انت كنت معجب بالصنم ده وكنت منبهر بيه، ونزل حجر من السماء حطم الصنم ده واختلطت المعادن بتاعته، لدرجة ان انت افتكرت وجه في دماغك ان الجن والانس لو اجتمعوا ان هم يفكوا المعادن دي من بعض مش هيقدروا. وفضلت تبص للحجر ده وما بتشوفش غير الحجر والسماء. الملك بخت نصر قال للنبي صدقت، فعلا هي دي الرؤية. بدأ النبي الكريم في تفسير الرؤية، قال له الصنم عبارة عن كتير من أول الزمن ووسط الزمن وآخر الزمن، والحجر عبارة عن دين ربنا سبحانه وتعالى هينزله في آخر الزمان، وهيظهر نبي كريم أمي من العرب. النبي الكريم هيقوم بإعلاء كلمة التوحيد ويزهق الباطل، وعن طريقه هيتهدي الناس وهينصر الضعيف ويعز الذليل. الملك بخت نصر أصابه الغرور والتكبر. طبعا بعد تفسير الرؤية نصحوا النبي بالإيمان بربنا سبحانه وتعالى، لكن فضل متكبر وجاله جنون العظمة. ويقال انه في آخر أيامه أصابته نوبة من الجنون،
فضلت تقريبا 7 سنين وفي الاخر ادت الى وفاته في بابل. ويقال تقريبا ان الكلام ده كان في سنه 562 قبل الميلاد. شفنا ان التكبر على ربنا سبحانه وتعالى يؤدي الى الهلاك، وان الظلم والطغيان نهايته الهلاك، وان كل من سعى في الارض فسادا نهايته الهلاك. فيا ريت نستفيد من القصص وما نكونش من الهالكين. اصدقائي الاعزاء، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام ختام.